السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بناشد دلوقتي سيادة الرئيس. دلوقتي يا سيادة الرئيس، احنا رحنا قالوا لنا شقق الاسكان للمطلقين. يعني في شقق للمطلقات، فانا رحت دفعت ربنا اعلم، جبت قرض ورحت دفعت ال 30,000 بتوع الكراسة. قعدوا الفلوس 7 اشهر وبعتوا لي قالوا لي ما بعد التظلم، قالوا ما فيش. قالوا لي مالكيش، بس انت ليكي الاولويه في اللي جايه. 7 اشهر وراحوا مديني الفلوس. بعد ال7 اشهر ب10 ايام بعتوا لي قالوا لي ليكي الاولويه. رحت رايحه دافعه الفلوس كام؟ ده اعلان 5 دفعت فلوس، قالوا 50,000 جنيه. ازاي يا جماعه نجيب منين 50,000 جنيه؟ ده انا سالفه الاولانيه ورحت رايحه اتدينت وعملت كل حاجه ورحت جايبه الايه؟ ال50 دفعتهم. قعدوا 7 اشهر تانيين وراحوا رجعوا معايا الاوراق الرسميه بالكلام ده، وراحوا مرجعين وراحوا ايه؟ مرجعين لي الفلوس تاني. قعدت اعيط وربنا عالم باللي انا فيه. جات لي جلطه، بعد ما فقت من الجلطه رحت قايمه. قمت بقى عشان اناشد حضرتك بان انت كان نفسك ان انت تعمل اسكان تلم فيه ناس الغلابه. لا، هم بيلموا الناس المبسوطه. بنك الاسكان بيضحك على المطلقين والارامل عشان دول ستات غلابه، فما يرضيش ربنا. يرضي ربنا فين وانا قاعده ب4 حيطان معايا 4 عيال، كل سنه بزيد 1000 جنيه ولا بزيد 500 جنيه. انا مش قدها. انا مش قد ادفع ثانويه عامه وادفع ايجار 2000 جنيه وادفع انبوبه كام 370 جنيه. اجيب منين ده كله يا سياده الرئيس؟ يرضيك يا سياده الرئيس اللي بيتعمل فينا ده؟ يرضيك البهدله ديت؟ احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ منزلين تاني شقق ليكوا الاولويه. لينا الاولويه فين؟ انتوا نصبتوا عليا في 14 شهر شغلتوا فلوسي، مع ان انا فلوسي جايباها برضو قرض. دي ما يرضيش ربنا. انا خلاص انا تعبت، فما يرضيش ربنا يا سياده الريس. انت بتطلع انت عامل المساكن ديت للناس الغلابه، الناس الستات الغلابه. يعني احنا عشان اتطلقنا مالناش ظهر يعني، بس انا عارفه ان انت انسان محترم وعارفه ان انت انسان قلبك حنين على البشر. فاحنا دلوقتي مش بنطلب حاجه زكا ولا بنطلب حاجه ببلاش. احنا عايزين الحاجه ديت بفلوسنا بس بالتقسيط، لان احنا ما معناش كتله عشان نحطها زي الناس الغنيه. ليه وليه انا قدمت في العاصمه؟ اما انتوا مش عايزين ناس فقيره تسكن في العاصمه، بتعملوا لنا الاسكان ليه؟ بتنزلوا الكراسي وتقولوا روحوا اشتروا الاسكان ليه؟ كراسه ب 350 جنيه بالحاجات بتاعتها بالنت بكله 1000 ونص. الكراسه الثانيه كانت ب 350 برضه بالنت بكله ب 1000 ونص. 3000 جنيه انا خسرتهم وانا ما عملتش حاجه، مع ان فلوسي جايباها بالدين. يعني انا متداينه عشان اجيب شقه وفي الاخر تضحكوا علينا. ومعايا الاوراق الرسميه، يعني هتتكلموا معايا كل الاوراق، معايا الايصالات ومعايا الايصالات اللي دفعت بيها والايصالات اللي اتسحبت والايصالات اللي دفعت بيها تاني. فانا اعمل ايه؟ انا متمربطه بعيالي، متمربطه بالاربع عيال. انا معايا دلوقتي عيالي كانوا صغيرين دلوقتي بقوا عرايس. اعمل ايه؟ اوديهم فين واجيبهم منين؟ فانا مش عارفه اعمل ايه. انا مش لاقي حد يا سياده الرئيس اكلمه غيرك. انت اللي هتقف جنبنا. هم ما عندهمش رحمه ولا عندهم حاجه في قلبهم. انت اللي هتقف جنب الغلابه. انت اللي عارف الستات الغلابه اللي اتطلقت ما كانتش بمزاجها، ده وبتاع ربنا. فانا مش عشان خاطر بطولي في الدنيا اتعاقب على ايه ولا ايه. فانا تعبت. ما يبقى معايا عيال صغيره زي ديت ومتمربطين كل سنه اتنقل من شقه لشقه عشان بيزودوا لي الايجار زياده عن اللزوم. طب اعمل ايه؟ السنه دي قال لي هزودك قد كده. طب انا هجيب له منين؟ طب انا اجيب منين؟ فلوس الشقق خدتها، جالي جلطه في نفس اليوم. قعدت اتعالجت، نص الفلوس راحت في الجلطه والنص التاني صرفته على بنتي في الثانويه العامه. دلوقتي قاعده بنربح. دلوقتي اللي انا قعدت ابنيه واعمله واعمل الجنيه على الجنيه واتدبق واسلف واعمل، بقيت على البلاطه. رجعت لنقطه الصفر تاني. وكنت بقول ده انا هقف على رجلي، وصحيح وقفت على رجلي. وبعد كده اللي انا رحت ابتديته انتهيته في لحظه واحده. بنك الاسكان دمرني في سنه واحده. اللي انا عملته سنين في 10 سنين مطلقاهم هو دمرني في سنه. انا دلوقتي قاعده ربنا الاعلم بيه. اسكن فين؟ وصل صوتك.